السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم راح نسوي اللبلبي نفس طريقة أهل العربايين، كل أسرارها وتفاصيلها. عندي كوب ونص حمص، أغسله زين، أخلي نص ملعقة أكل صودا وأخلي مي عليه وأخلطه زين إلى أن يذوب، أتركه ليلة كاملة. ثاني يوم أجي عليه أصفيه. ضروري تغسلوه، مو تبقون الصودا بيه، نغسله تماما وبعدين نحطه بالجدر، يعني الصودا بس للتنقيعة بالليل، وأخلي عظامات فوقه. أكلة صحية وبروتين، وهسه اجا موسم الشتاء، يعني أكلة بوقتها المناسب مثل ما يقولون. نحط عليها مي ونحطها على النار، وهنا هاي أول فورة إلها على النار. شوفوا شلون استوت، يعني لأنه منقعة بالصودا حتى تطيل الحمص حجم أكبر من حجمها العادي. عاد عندي مكعبين ماجي أخليه إلها، ينطي طعم طيب للأكلة، وملعقة صغيرة فلفل أسود، ونص ملعقة أكل كبيرة كركم، وشوية ملح. وانتبهوا على الملح لا تكثرون لأن الماجي بيه ملح أصلا. عندي هنا ملعقة أكل نشا، وأخلي عليها مي وأخلطها زين إلى أن تذوب، وأخليها على الحمص هذا يعطيها ثخن للطبخة. أغطي عليه أخليها تفور إلى أن تستوي هاي الفورة الثانية. وهنا قدمتها بصحن ويا شوية ليمون، وما أقول لكم يمكن حتى إذا ما أبالغ الطعم أطيب من طعم العرباين، أهل العرباين. وهاي كانت طبختنا اليوم، وسلامكم العافية. باي باي.